بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اهلا بحضراتكم في قناه البابا كرولوس وطماب ايرين. في مثل لما يقول ان لم تستحي فافعل ما شئت، والحقيقي في ناس طول عمرها تيجي تكحلها تعميه. هتقولي لما تقولي ليه دي هتفهموا دلوقتي. بنت اخت عم فاروق فوزي بولس ولد الطفل الشنودي اسمها مريم. طبعا بعد ما لقيت السوشيال ميديا كله جاي من مقعداش والكل اما يدعي عليه من جوا عمق قلبه، طلعت بفيديو غاية في الغرابة. لما هتسمعوه هتعرفوا احنا دخلنا في الدايرة دي ازاي وبيد مين، ولكم الحكم في الاول وفي الاخر. بداية احبائي احب اقول طوبى لمن اخترته وقبلته ليسكن في ديارك الى الابد مع المسيح، ذاك افضل جدا جدا في احضان الشهداء والقديسين. ودعنا اليوم على رجاء القيامة اسد مرقس الصعيدي جدع على حق، وهو الحبر الجليل نيافة الانبا كيرلس اسقف نجي حمادي وتوابعها. عن عمر 74 سنة بعد معاناة طويلة مع المرض، وتم صلاة الجنازة على روح الطاهرة بدير القديس العظيم بضابة. عزائي لكل شعبه ورعيته ولكل محبيه مع المسيح، ذاك أفضل جدا جدا. بعد ما سمع حضراتكم محتوى الفيديو اللي بثته مريم بنت أخت عم فاروق فوزي بولس، هقولكم وهعقب بكلام غاية في الأهمية يا ريت الكل يسمعنا. عايز أقولكم مش بس المسيحيين اللي طالعين أما يدعوا على مريم، لكن كتير جدا من إخواتنا المسلمين طالعين برضو وما يدعوا عليها عشان حيرت الولد وحزنته ووقعته في المشكلة ده. الجواب ما يبان من عنوانه. بدأت مريم الفيديو بتاعي بأن فاروق فوزي بولس ما هنش عليها حتى تقول خالي احتراما لسنه. ده انت لما تشوف اي حد في الشارع كبير في السن ما تقول يا عم فلان تقديرا واحتراما لسنه حتى لو انت ما تعرفوش. ولكن بدأت حوارها بأنه قال فاروق فوزي بولس اتكلم عن قضية الولد، اني انا بلغت عنه، انا فعلا بلغت عن الولد، بس الطفل ده ليه قصة كبيرة قوي. وكملت وقالت اساس الولد ده مش مسيحي اصلا، من ابوين مسلمين. عرفتوا بداية القصة بدأت من فين؟ وهنا المنطق احبائي بدأ يبكي بكاء من جوع عمق القلب. قالت ان الاب مسلم فعلا ابا عن جد، بس الام كانت مسيحية واسلمت بعد كده. وللتأكيد هي كانت مسيحية ومعاها بنتين وكانت ساكنة في الجيزة كمان. وكملت كلامها وقالت واخدها واحد مسلم واتجوزها وخلف منها الواد ديتي اللي اتلقى في الكنيسة، خلي بالكم ولد يوم واحد. وكملت وقالت الست دي مشيت بعد كديتي بعد ما اتجوزت الرجل المسلم ديتي وراحت رجعت لأهلها المسيحيين. وأكدت كمان وكملت وقالت إن الواد ديتي أصلا ولدها ولد المرأة المسيحية اللي أسلمت لما اتجوزت مسلم. أيوة ولدها وولد الرجل المسلم. وكملت وكذبت خالها وقالت إنه طالع على السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وما يقول إن بنت أختي بلغت عني كلامه مش حقيقي. وكملت كلامها وقالت أنا أمي توفت من 10 سنين، يعني ماليش حق إني أورث فيه. كلام مش منطقي بأمانة. وكملت وقالت ولا إني أطالبه بورث مش معنى يعني إنه مش بيخلف إن أنا ليا ورث عنده أنا ولا أي حد غيري، لا الكلام ديتي مش حقيقة. وكملت وطالع يقول طلبت مني 1,000,000 جنيه هي وجوز أختي، الكلام ديتي مش حقيقة. وأضافت لأنه مش قادر يقول حقيقة الموضوع هو ما يقول أي كلام وخلاص. وأكدت تاني وقالت أنا رحت واتحقق معايا في النيابة بعد ما بلغت، واتحقق معاهم هم كمان في النيابة عن الكلام اللي أنا قلته عليهم. مريم دخلت الحوار في سكة مسلم ومسيحي لأنها عارفة لما هتدخل الواد وأبوه وأمه بالتبني في الحوار دي الموضوع هياخد منحنى تاني خالص. الموضوع حكاه والد الطفل شنودة بالتبني وهو عم فاروق فوزي بولس، وقال إنه هو كان يدلع الواد قوي، كان يقول لي شنودي دي شقتك يا شنودة ودي فلوسك يا شنودي وكذا يا شنودة، وكل ما يشوف أي حاجة ملكه يقول دي بتاعتك يا شنودة. وهي طبعا كانت السر في قلبي وتقول يا ترى يا هل ترى هو فعلا الواد اللي هو بالتبني ده اللي هو مش ولده من صلبه هياخد كل حاجة، يا ترى هيكتب له بيع الشراء كل حاجة. عم فاروق من كتر حبه للولد
كان يتكلم بتلقائية وبعفوية، وما كانش يخطر على باله أبدا اللي ممكن مريم تعمله وإنها تتجرأ وتاخد الخطوة ده. اللي طلعت برق نفسها الفار لعب في عبها وقالت اتغدى بخالي قبل ما هو يتعشى بيا وكل ما يملك يصبح ملك بيع وشراء لشنود. ووقتها كانت فعلا هتطلع من المولد بلا حمص. اولا اي قانون ده اللي انت تعرفيه اللي ما يورش البت في خالي لو امها ماتت قبل خالها ب10 سنين؟ طالعه بتستهبل على البشر، ده بربع جنيه قانون الموضوع ديتي للاب، يعني لو ابنه مات قبل ما هو يموت ما يورش فيه، يعني اولاده ما يورثوش في جده. ولكن في الغالب الموضوع ديتي مش ميتنفذ على ارض الواقع، والجد ما يحن على اولاد ابنه المتوفي. مريم هي اللي دخلت شنودي ووالده ووالدته بالتبني في الدايره دي، وهي اللي رسمت الخط اللي الكل اللي بعدي مشى عليه. هتقولي لي ازاي؟ هسأل كم سؤال منطقي وعايزي العقلاء مسلمين ومسيحيين يردوا علي. بداية انا طالعة بالفيديو ديتي عشان ما تطلعش مريم وتهص في الهيصة وتفتكر ان في حد هيصدق كلامها دي. حابة اسأل مريم كم سؤال واقول لي بداية ايه اللي سكتك 4 سنين بحالهم من لما خالك اخد الولد؟ ثانيا لما انت عارفة الست وعارفة مكاني وعارفة أهلها المسيحيين وعارفة البذرة ومنزرعها وعارفة الراجل المسلم اللي كان متجوزي الكلام ده، هل انت فعلا قلتيه في النيابة ولا لا؟ وان كنت فعلا قلت الكلام دي هل انت انصح واشطر من البوليس والنيابي؟ هل فعلا النيابي ما قدرتش تتحصل على عنوان الام دي وتجيبه وبعد كده تعمل لها تحليل للدي ان ايه هي وشنودي ويتضح بعد كده انها هي امه؟ وبالمنطق كمان انت عارفة البني ادم دي، عارفة بناتي وعارفة ناسها المسيحيين وجوزها المسلم. طب جوزي يسيبها ليه تولد ولده ولد يوم واحد بس وتسيبه في حمام الكنيسة؟ هل الرجل المسلم كان هيسيب ولده لو هو عارف ان مراته حامل؟ طب اخدها ليه من الاول وبعد ما بقيت حامل منه يسيب ولده يترمي في حمام كنيسة؟ هو الكلام ده يعقل؟ ولما هي حبت واحد مسلم واتجوزته وحملت منه هل هتفكر انها ترجع تاني؟ هو كان بمزاجي ولا مش بمزاجي؟ رد علي. ولو انت زي ما تقولي لا الفلوس ولا الورث في بالك، ايه اللي خلاكي في اللحظة دي ضميرك يفوق ويصحى وتروحي تبلغي عن خالك انه واخد الولد المسلم ديته؟ طب ما تدل الشرطة عن اهله ويبقى لك الاجر والصواب. عايزة اعرف مين في المسلمين والمسيحيين اللي ما يسمعوني معاي. طب ما انت في ايدك الحل والربط هاو، طب ما تدلي عن امه الحقيقية وتروحوا تعمل التحليل ويرجع لحضنها تاني، ما هو ولدها برضو. طب ما تروحي تكشف للرأي العام عن اسم الست داي ويلا رجعها لأهلها تاني. انا عايزة اعرف هل ربنا هداها او حبت ترجع للمسيحية تاني؟ تفاصيل الموضوع مش منطقية خالص ولا دخل العقل. لاني هقول لك حاجة من اتنين، البت لما ما تمشي او الزوجي لما ما تمشي وتروح للدين الاسلامي حاجة من اتنين، يا اما زي اختنا ميرني اللي راحت بمزاجي واعلنت ديت في فيديو وطلبت ان محدش يسأل فيها تاني وانها عايزة تعيش حياتها بالطريقة دي ولها الحرية الكاملة لانه كامل السن فاسألوه، يا اما ما ترجعي بسرعة والموضوع مش ما يبقى فيه فترة 9 شهور حمل وولادي وتضطر انها تسيب عيالي في حمام كنيسي. وسؤال اخر، لما هي دخلت الكنيسة عشان تسيب ولدها ده معناه انها هي لا تثق في زوجها المسلم؟ دخلتنا في حوارات الصراحة. والله هي اصلا كانت رايحة مش بكيفها ولا بمزاجها، واما خلفت الواد تخلت عنه لانها لا عايزاه ولا عايزة ابوه. كل اللي عايزة اقوله لمريم ان كان المتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل يا مريم. لما انت راسيانة على البذرة ومنزرعها دل الشرطة ورجع الواد الام وابوه الحقيقيين، يمكن ابوه المسلم يرحمه من الملجأ وياخده يربيه، او ام المسيحية ترحمه من الملجأ وتاخده في حضنها وتحن عليه. لكن عشان كذبك باين الحقيقي ان القصة دي وهمي من نسج خيالك، لما لقيت الدنيا كلها قايمة ما قعداش عليكي ومغلطاكي ومطلعاكي امام الرأي العام انك ولا حاجة وطماعة وكرشك واسع وعايزة تبلعي كل خير خالك على حياة عينه.
الحقيقة ما لقيتش اي تفسير منطقي غير انها طلعت تبرر بكذبة اكبر، او طالعة ربنا عشان يكشف الضوء تبين ايه بداية الخيط وايه اللي دخلنا الدايرة السوداء ده. الحقيقي ان الانجيل قال ان ما فيش حرام ما يقدر يدخل باب الا لما يربط صاحبه الاول، وده اللي عملته مريم بنت اخت عم فاروق. اي حد في الدنيا هيشاهد فيديوهات عم فاروق والست امال هيفهم قد ايه الناس دي موجوعة على ضناها اللي كأنه ضناهم من صلبهم. زي ما بالظبط لو شفت الفيديو بتاع بنت اخت عم فاروق هتفهم قد ايه هي انسانة كدابة، والكذب باين على وشي من طريقتها ومن اسلوبها. طالعة بقصة فكسانة وغير منطقية بالمرة، وهي اللي دخلتنا في الدايرة دي وخلت شنودة في سجن ويعاني الأمرين، واللي دي بره السجن يعانوا وهم يبكوا وبصلوا بدموع العين وما قادرينش يعملوا اي حاجة، اما يلفوا حوالين نفسهم عشان يلاقوا اللي ينجدهم مش لاقين. السبب ايه في ده كله؟ طمع بنت اخت عم فاروق. اللي عايزه اقوله لك يا مريم، محدش مصدق قصتك ولا داخله بدماغه ب3 قروش. واللي عايزه اقوله لك في نهايه الفيديو، حط الفلوس تحت رجليك تعليك، وان حطيتها فوق راسك هتبقى زي ما بالظبط الناس بصلك دلوقتي، هو قال يا وارث مين يورثك. حبيت اشارك حضراتكم بالفيديو ديتي احبائي عشان محدش يصدق كلام مريم ويمشي وراه، مريم كدابه. احبائي الغاليين، لايك للفيديو وشيروا على اوسع نطاق، ساعد شنودة انه يرجع لحضن اهله قبل العيد. اللي لسه يسمعني لاول مره على قناه البابا كرولوس وطماف إيريني يشترك على القناه ويفعل الجرس على الكل ليصلك المزيد من الفيديوهات الروحيه والاجتماعيه. نصلي من جوا عمق القلب ربنا يجمع شنودة والست امال وعم فاروق والديه بالتبني لبعضيهم في اسرع وقت، ويعايدوا مع بعض ويفرحوا، امين يا رب. كمان احبائي ما تنسوش طلبات الصلاة تكتبوها على المنتدى وتحت الفيديو، لان ايادي كتيرة مرفوعة من اجلك، ربنا هيستجيب، يعني هيستجيب. كمان احبائي وبروح واحدة هنصلي يوميا الساعة 10 مساء، اللي وقته يناسب يصلي معنا واللي وقته ما يناسبش يصلي في الوقت اللي يناسبه هو، وكلنا ناخد بركة الانجيل. ومن جوا 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 قلبي، من جوا جوا اعماق قلبي يا رب يفرح قلوبكم، يعمر بيوتكم، يحافظ على اولادكم، يوسع ارزاقكم، يديم يا رب محبتنا، امين. يبعد عنا وعنكم الشرير والاشرار يا رب، امين. ودايما يا رب بيوتكم عمرنا بحسكم وحس عيالكم، امين يا رب.